السلام عليكم ورحمة الله، وأحلى صباح. أسعد الله صباحكم إن شاء الله بالخير والبركة. حياك الله. اليوم موضوعنا عن بنية بالأحلام مدرسة حاولت تساعد الطالبة مالتها بطريقة عفوية، ودت هاي المدرسة إلى التهلكة. طالبة اجت تبكي يم المدرسة، قلت لها أنا أطلب فلانة مبلغ مادي وأني أعرف طريقة أرجع هذا المبلغ، بس تقولي لها بفلان، لأن هي تخاف من عده. هنا المدرسة حاولت تتصل، أخذتها الغيرة، مو حاولت تتصل، أخذتها الغيرة. يمكن لو أنا مكان، إحنا عندنا طبع بالعراق، طبع الفضول، يعني مرات نفزع. قوم دزي بصمة لفلانة على مود المبلغ. دزت البصمة ويا ريت ما دزت. هذيك راحت اشتكت وقلبت الدنيا وسوت فاخ وقالت لهم تعالوا خذوا الفلوس. المدرسة قوم دزي اخوك، صير كبسة على اخوك ويصدر امر قبض على المدرسة. والله هذيك المدرسة الحبابة الفقيرة ومن اهل الله، وحتى اخوها الولد مهندس، النوبة اخوها المهندس وهي مدرسة. فزعوا لهاي الطالبة، انهجم بيتهم وانفتحت مادة 160 عليهم، انتحال صفر، لأن انتحلوا صفة غير اسم على مود إرجاع المبلغ. و35 يوم من هاي الركضة المعدلة المتعبة. والبنية البارحة بالساعة وديناها ساعة 5 الفجر، بال5 الفجر، وأمها وإخوانها ودنيا ظلمة، ودونا أقوالها وراحت المحكمة، والحمد لله والشكر طلعت كفالة. بس يعني تحولت هاي المدرسة إلى شاحبة. بعد هي مدرسة يكون قلبها عاطفي، دقرة بحياتها. فيابا انتحال الصفة. مرات شخص يقول لك انا اطلب فلان وعندي مشكلة ويا فلان، وتروح تقول له اني مثلا اني هواي مرات يخابروني اني مفوض فلان ابن عم فلان، او اني عود، يعني هذا فد اسلوب احنا عندنا بالعراق نخوف بيها المقابيل. أنا من الجهة الفلانية، او انا من الجهة الفلانية ورجع الفلوس وهاي الحكي مالتهم، او من الحزب الفلاني مثل ما نقول. وهو حتى شاكي بالحزب الفلاني ماكو يا ابوي، ترى هاي والله انتحال صفة يا عيني. واحنا ناكل بشر واحنا ما حد يندق بينا.